تركها زوجها في الجبال بعد أن اكتشف أنها عاقر، تاركا إياها وحيدة بين الصخور والبرد. ولكن صفية التي كانت تحمل في قلبها عزيمة لا تلين بدأت من جديد لتثبت للعالم ولزوجها أن الحياة لا تتوقف عند الخذلان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. خير ما نبدأ به قصتنا اليوم هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد الأيام البعيدة كان هناك رجل يدعى سفيان. عمله في الحياة كان كحداد ماهر في قرية تقع بين الجبال الشاهقة. كان قويا مهيبا، وكثيرا ما كان يبتسم بوجهه الهادئ، ولكن قلبه كان مثقلا بالهموم. فقد كان لديه أمنية صغيرة طالما حلم بها، أن يصبح أبا. إلا أن زوجته صفية رغم جمالها وطيبتها كانت عاقرا، ولم يرزقوا بأولاد بعد سنوات من الزواج. كانت صفية تحمل هما لا يظهر على وجهها، فقد كانت تبذل جهدا كبيرا لتشعره بالحب والدعم، لكنها كانت ترى في عينيه شيئا من الحزن يزداد مع مرور الأيام. كانت تعرف أن قلبه يتوق إلى أن يصبح أبا، لكنه لم يكن يستطيع أن يعبر عن حزنه سوى بالصمت. مرت الأيام، وسفيان بدأ يشعر بثقل الأيام وطول الانتظار. فكر في حل قد يحرر قلبه، وكان الحل في عقله واضحا. قرر أن يتخلص من صفية، فهذه المرأة التي طالما أحبها أصبحت في نظره عبء ثقيلا على قلبه. فكيف يمكنه أن يحقق حلم الأبوة في ظل هذا الوضع؟ وفي أحد الأيام قال لها: صفية، لماذا لا نذهب إلى الجبال لنتنفس هواء نقيا؟ فالمناظر هناك تشعرنا بالراحة وتجدد الأرواح. وافقت صفية التي كانت دائما راغبة في إسعاده. رأت في عينيه بصيصا من الأمل ولم تشك في أي شيء. ركبوا الجمل معا وانطلقوا نحو الجبال الوعرة. كان الطريق طويلا والجبال محاطة بالضباب، لكن صفية شعرت بالاطمئنان في وجود سفيان إلى جانبها. لكن شيئا ما كان غريبا، شعر قلبها بشيء غير مألوف. فبينما كان الجمل يعبر طريقا ضيقا توقف فجأة. نظر سفيان إلى صفية بنظرة حادة وقال بصوت متقلب: حان وقت وداعنا. كانت صفية مذهولة، لم تستطع استيعاب ما يحدث. ماذا تعني؟ سألت بصوت ضعيف. فابتسم سفيان ابتسامة غريبة وقال: أنت لست المكان الذي كنت أبحث عنه. لقد جئت إلى هنا لتكوني عبء فقط. حياتي ستكون أفضل بدونك. تركت صفية مذهولة تمسك بزمام الجمل بينما هو يبتعد في الظلام. كانت العتمة تزداد من حولها، وكان الصمت يملأ الفضاء. وحدها تائهة بين الصخور الباردة شعرت بأنها تخلى عنها كل شيء. أصابها الذهول والحزن العميق، لكنها حاولت أن تجمع شتات نفسها. كان قلبها يعصره الألم، لكنها لم تترك الجمل يهرب، وظلت ثابتة حتى تذكرت شيئا ما. كانت صفية قد تعلمت من الحياة أن الحياة لا تنتهي عندما يقفل شخص ما أبوابها في وجهك. كانت تعلم أن المستقبل يحمل في طياته شيئا أكثر من الأمل، وأنها سوف تجد طريقا جديدا حتى وإن كانت وحيدة في هذا الصمت. الجبال لم تكن لتمنحها الفرح الذي كانت تأمله، لكن كل خطوة كانت تقربها من الحقيقة التي ستواجهها في المستقبل. في تلك الجبال الشاهقة حيث لا أحد يمر ولا صوت سوى الرياح، بدأت صفية تتجول في المكان الذي تركها فيه سفيان. كانت تبحث يائسة عن أي شخص قد يساعدها أو يؤنس وحدتها. قلبها كان مثقلا بالحزن والدهشة، ولم تستطع أن تستوعب ما حدث لها بعد سنوات من الحب والعيش المشترك. كانت جروح قلبها أعمق من جروح جسدها، لكن رغم ذلك حاولت أن تبقى صامدة. ومع مرور الوقت بدأ تعبها يزداد
حتى أغشي عليها تحت ظل صخرة كبيرة نائمة في برودة الجبال القاسية. وبعد بضع ساعات كان هناك رجل مسن وزوجته يسيران في طريق العودة إلى منزلهما بعد رعي الأغنام. كانت أيديهما مغطاة بالخشونة من العمل الشاق، ووجوههم مشبعة بحياة القسوة والبساطة. فجأة لفت نظرهما جسد مستلق على الأرض، وعندما اقتربا اكتشفا أنها امرأة تحمل بين ملامحها الألم والضياع. حاول العجوز وزوجته إيقاظ صفية، فكانت في البداية لا ترد، ولكن مع مرور الوقت بدأت الهمسات تنتزعها من غيبوبتها. بصعوبة فتحت عينيها، ثم ابتسمت بمرارة عندما رأت الوجوه الطيبة أمامها. قالت الزوجة: أنت في أمان الآن، لا تخافي. وبعد أن استعادت بعض قوتها بدأت صفية تروي لهما قصتها. زوجي سفيان تركني في الجبال بعدما اكتشف أنني عاقر. كان يظن أنني السبب في عدم إنجابه الأولاد. تركني هنا وسط الجبال الباردة. أصغى العجوز وزوجته إلى حديثها بقلوب مليئة بالأسى. سوف نأخذك معنا. هنا في الجبال لا مكان للضعيف، لكننا سنساعدك على العودة إلى الحياة. وبينما كانت صفية تقترب من الشفاء بين يدي هذا الزوجين الطيبين، كان سفيان في قرية بعيدة يروي للناس أن زوجته قد اختفت، ولم يعد يعرف أين ذهبت. مع مرور الأيام كان يردد القصة أمام الجميع، ويظهر الحزن الزائف على وجهه، وكأنه يفتقدها، رغم أنه كان قد قرر بالفعل البدء في حياة جديدة. مرت عدة أشهر، وبينما كان سفيان يحاول أن يظهر أمام أهل القرية بأنه رجل حزين على فقدان زوجته، جاءته فتاة تدعى بثينة، فتاة جميلة ذات مظهر فاخر. تعرف عليها سفيان، وكانت في البداية تبدو كأنها جواب لجميع أمنياته. كانت تأسر قلبه بحديثها عن الحياة المرفهة والثراء، وتعده بالراحة التي كان يبحث عنها. وافق سفيان على الزواج منها بعد أن شعر أنه قد نسي صفية، وبعد أن سئم من الوحدة. ولكن سرعان ما بدأت بثينة تظهر وجهها الحقيقي. بدأت تظهر اهتماما مبالغا فيه بالمظاهر، وطالبت بالحصول على المال والرفاهية التي لا يستطيع سفيان توفيرها. مع مرور الوقت بدأ سفيان يشعر بتدهور حالته المالية. كان يبذل جهدا كبيرا لكي يلبي جميع طلبات بثينة، لكنه لم يستطع الوفاء بكل ما كانت تطلبه. كانت بثينة تحلم بحياة مليئة بالبذخ والترف، وكان سفيان الذي أصبح فقيرا بسبب هذا يعاني بشدة. في كل مرة كان يرفض فيها سفيان طلبا من طلبات بثينة، كان يتزايد غضبها، وتبدأ في اتهامه بعدم القدرة على تلبية احتياجاتها. كان المال يفر من يديه بسرعة، وأصبحت حياتهم مليئة بالمشاكل والخلافات. بدأ يشعر أنه وقع في فخ لم يكن يستطيع الهروب منه. بينما كانت بثينة تزداد تطلبا وتطلب منه المزيد، حتى أصبح هو نفسه لا يعرف كيف سيخرج من هذه الدوامة التي أدخلته فيها. مرت 3 سنوات منذ أن ترك سفيان زوجته صفية في الجبال، ومنذ ذلك الحين كانت حياة كل منهما تسير في طريقين مختلفين تماما. كانت صفية قد أفاقت من جرحها العميق، وتعلمت أن الحياة لن تنتظرها. منذ أن وجدها العجوز وزوجته في الجبال بدأت صفية تستعيد عافيتها شيئا فشيئا. كان العجوز وزوجته يعتنيان بها، وعلموها الكثير عن العمل في الحقول ورعاية الغنم. بعد فترة قصيرة بدأت صفية تشعر أن يديها قويتين مرة أخرى، وقدرتها على التحمل أصبحت أكبر مما كانت عليه. ومع مرور الوقت قررت أن تبني حياتها من جديد. تعلمت مهارات التجارة في الأغنام، وسرعان ما بدأت تجني منها مالا جيدا.
انتقلت إلى قرية قريبة وأصبح لها سمعة